السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، يا رب دايما تكونوا بخير وفي هنا وسعادة يا رب. قبل ما نتكلم النهاردة على فيديو النهاردة، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاكم ابتسام، وتعالوا تشوفوا كده النهاردة هنعمل ايه. انا معايا 4 وراك، وهعملهم بقى كده في الفرن يعني. ودي خلطة. الخلطة دي انا بعتمدها على طول، سواء احط فراخ في الفرن زي مشوية كده او صينية، سواء هشويها برضو على الفحم فانا بعملها برضو بالتتبيلة دي، سواء هشوي سمان الكلام ده كله. فانا بصراحة التتبيلة دي بتاعتي معتمدها على طول بصراحة، يعني انا بحبها جدا، كفاية ريحتها فظيعة. التتبيلة دي عبارة عن طماطمية كبيرة مثلا، بصلاية، آه، فصين توم، قرن فلفل سواء حامي او بارد، يرجع لك انت في الاختيار. آه، ليمونية، تعصري ليمونة، معلقة خل، معلقة زيت، ملح، فلفل اسمر، بابريكا، كاري، يعني سنة جنزبيل. بس دي الاساسيات. وروزماري. دي الاساسيات. اما لو عايزه بقى تزودي مثلا زبدية، تمام، هتدي طراوه للفرخه، هتدي لها طراوه كده وتخليها حلوه قوي. ولو حابه تحطي كاتشب كمان، معلقتين كاتشب كده او 3 معالق كاتشب، تمام. وكل ده في قلب الخلاط وتضربيه وتعملي بيها الفراخ بتاعت وقتها. وكمان لو عايزه تحطيها في الفريزر في اي وقت تطلعيها زي كده، ما فيش مشكلة. ودي كانت عندي في الفريزر وانا طلعتهم واشتغلت بيهم على طول كمان. فانا التتبيلة دي المفروض تبيتي فيها الفراخ او تخليها لمدة ساعتين. بس انا عشان كنت مستعجلة فانا اشتغلت فيها على طول. ونسيت اقولك كمان ان انا غاسله الفراخ كويس قوي. وما تنسيش اهم حاجه ان انت تغسلي الفراخ وتنضفيها وتنقعيها في محلول النقع. وده عباره عن بوله فيها ميه، وتحطي فيها شويه خل، شويه ملح، معلقه ملح وليمونه او ليمونتين بتعصرهم كويس قوي، وتنقعي فيهم الفراخ وتسيبيها كده منقوعه حوالي ساعه على بال ما تظبطي حاجتك. وبعد كده تاخدي الفراخ وتشطفيها وتشتغلي فيها على طول. والوراك زي ما انت شفتيها انا عامله لها فتحات علشان خاطر احط فيها التتبيله ديت. وانا دلوقتي معايا صينيه، معايا عبارة عن فلفل وبصل وطماطم. جبت بصلتين كبار وخرطتهم زي ما انت شايفة كده حلقات او جوانح، والفلفل نفس النظام، حلقات او جوانح. وعايزة تحطي فلفل حامي او بارد مع بعض حطي، عايزة تحطيه كله بارد، عايزة تحطيه كله حامي، معاكي مفيش اي مشكلة. والطماطم برضو قطعتها برضو جوانح كده او حلقات. وبعد كده هنحط عليها الملح والكاري وبابريكا، وهنقلبهم بقى كلهم في بعض. الخلطة دي والله العظيم تحفة، بتطلع الفراخ جوسي. عايزه اقولك بتاكليها كده، انا مش بنشفها، يعني انا مش بخليها في الفرن لما بتنشف، انا بخليها برضو بتطلع كده فيها، بتبقى جوسي كده وسايبه وفيها زي شوربه كده. وعلى فكره انا ما بحط لهاش ولا سمنه، ما بحط لهاش ميه. زي ما انت هتشوفيني دلوقتي هدخلها الفرن زي ما انت بتشوفيها كده، بتطلع بقى الفراخ دي بتنزل الإدام اللي فيها وبتنزل ميتها، وبتبقى تحفة جدا. فانت مش محتاجة ان انت كمان تدي لنفسك دهون زيادة في الأكل. لا، هي الفراخ بتنزل الدهون بتاعتها في الصينية وبيبقى الطعم روعة. اهو حطينا الملح، حطينا الفلفل الأسمر، عندنا كاري، بابريكا، وكمان بهارات فراخ، وبهارات فراخ، ومعانا ورق غار او ورق لورا، تمام. وكل ده هيتقلب مع بعضه اهو. وهنقلب كل ده مع بعضه دلوقتي كويس قوي 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 عشان خاطر الملح طبعا. ولو حابة تخرطي مثلا بطاطس وتقطعيها كده حلقات وترصيها في الصينية كده معاكي في الخلطة دي زي الفل، الطعم هيبقى فظيع. طيب لو انتي مش حابة، انا عن نفسي بعملها كده على طول.
من غير بطاطس. احنا بنحبها كده وولادي بيحبوها كده على طول من غير بطاطس. واهو رصيت الفراخ فيها زي ما انت شايفه كده. انا حاطه طبقه بسيطه من تحت وحاطه الفراخ او الوراك في النص. ودي طبعا بيرجع لك انت عايزه تقطعي الفرخه بقى وتعمليها كده تمام، وراك بس تمام. وزي ما انت شايفه كده ف خلاص كده. انا بصي ولا هحط سمنه ولا هحط حتى زيت ولا هحط ميه ولا اي حاجه. انا دخلتها الفرن والفرن عندي كان شغال وكان سخن ودخلتها الفرن. ودي عندي هنا بصلايه مخرطاها كده صغير عشان انا هعمل باميه. طيب انا هعمل باميه من غير اللحمه عشان انا عندي فراخ. لكن لو انتي هتحطي اللحمه في الباميه، فبعد البصلايه تقدري مثلا تشوحت معاكي شويه ودبلت معاكي البصلايه، هتنزلي باللحمه وهتاخديهم تشويحه لما اللحمه تغير لونها. وبعد كده هتنزلي بالطماطم عليها وهتسيبيها تتسبك شويه قبل اللحمه كده ما تخش في السوا بشويه صغيره. هتروحي نازله بالباميه عليها. تمام. ده لو انت مثلا عايزه ايه تحطي لحمه في الباميه. لكن انا مش عاوزه خلاص. فانا البصلايه معايا هتاخد لون، ونزلت هنا بالطماطم بعد ما خدت اللون معايا. وبعد كده هحط بقى ايه الملح، وهحط الفلفل الاسمر بتاعي والثوم. المفروض ان انا حطيت كل ده وزودت شوربه كمان لان كان عندي شوربه في التلاجة، فانا زودتها شوربه. وهسيبها بقى شويه تتسبك وبعد كده هنزل بالباميه عليها. وطبعا حطيت قرن فلفل كده صغير. فانا مش عايزاه حامي، يعني انا مش عايزاه حامي فانا حطيته بارد. وده برضو حاجه ترجع لك انتي. طيب وهنا في الحله دي انا حطيت معلقه سمنه. وهعمل الرز حبايه وحبايه. وحطيت قد كده نص كوبايه. انا غاسله الرز ده كيلو رز وانا غاسلاه كله. واخدت يعني قد كده ايه نص كوبايه من الرز وحطيتها في السمنه وهقلبها كلها مع بعض لحد ما تاخد لون وتحمر معايا. وانا مش عايزاها تحمر قوي. لو انت عايزاها تحمر قوي تمام، عايزاها وسط كده برضو تمام، برضو حاجه ترجع لك. وعلى فكره تقدري تبدلي مثلا الرز ده لو انتي عندك مكرونه لسان عصفور تقدري تحطيها كأنك بتعملي رز بالشعريه، بس مكان الشعريه بتحطي لسان العصفور. وهنا اتحمر معايا خلاص الرز. طبعا بيبقى ريحته جميله على فكره والله. الرز الحبايه وحبايه ده بيبقى ريحته جميله جدا وطعمه بيبقى جميل. فانا بصراحه قلت اغير، يعني انا يعني معظم الوقت بعمل لهم ايه بالشعريه، فقلت لا انا اغير بقى المره دي واعمله ايه رز حبايه وحبايه. ولو عندك مرق الدجاج على فكرة انزلي كده بورقتين مرق الدجاج على الرز، بيبقى برضو بيديله طعم وريحة حلوة قوي. بس انا كانت مرقة الدجاج عندي كانت خلصت فانا ما حطيت لهوش. فانا دلوقتي احنا قلبنا اهوت الرز كله مع بعض شوية كده وخدناه تشويحة ونزلنا بالمية. وطبعا مقدار المية ده بيرجع لنوع الرز. يعني انا هنا كيلو الرز خد مني حوالي 4 كوبايات لان الكوباية دي كبيرة مش صغيرة. وبيرجع لنوع الرز. طبعا الشركات غير الفلاحي وكل شركة كمان مختلفة في نوع الرز بتاعها. وهنحط بقى الملح كده. ظبطي الملح بتاعك تمام. بس كده خلاص. وهنقلب الرز مع بعضه وبعد كده هنسيبه لما يستوي. وانا ما رضيتش ان انا اطول عليكم الفيديو بصراحه، ما رضيتش اجيب لكم الباميه بقى بحذافيرها. طبعا احنا كلنا بنعرف نعمل الباميه. ولو وصلتي معايا الفيديو لحد هنا ما تنسيش اللايك. ولو جديده معايا وشرفتيني جديده في القناه ما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وده كان الاكل اهو خلص. شفتوا الفراخ عامله ازاي. وانا طبعا ما حطيتش في اطباق لان لسه كان ميعاد الغدا بتاعنا. بصوا الرز مفلفل وشكله جميل وكان طعمه جميل. والبامية والفراخ بقى طبعا دي حاجة تانية خالص، ما مش قادرة اوصف لكم والله طعمها خرافة والله ودايبة دوب كده. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ويا رب يكون الفيديو اعجبكم. مع السلامة.